ده اغرب فطار ممكن نفطره هنا في مرسى مطروح، الفطار البدوي. دي اللحمه الضاني اللي هنفطر بيها. صباح الخير. اول ايام العمليات الاستكشافيه هنا في مطروح. لما تكون في مدينه ليها طبيعه بدويه، طبيعي ان يكون جزء من مطاعم المدينه ديت هي المطاعم البدويه. زي ما ممكن تفطر كرواسون في فرنسا، انت هنا في مرسى مطروح طبيعي انك هتاكل الاكل بتاع اهل البلد. فعلشان كده النهارده احنا هنجرب الاكل البدوي. زي ما انتم شايفين ده شكل العيش اللي بينزل هنا، يمكن ده مشهور بيه المناطق الساحليه ومطروح برضو. خلونا اول حاجه نبدا نجربها وهي الكبده الضاني ديت. الكبده طعمها حلو جدا، كبده ضاني فعلا، مش مجرد كبده عاديه وحاطين عليها شويه ليا عشان بس تبان ان هي ضاني. دي اللحمه الضاني اللي هنفطر بيها. اللحمه الضاني طعمها كويس جدا وما فيهاش الطعم بتاع الزفاره اللي ممكن يكون موجوده في بعض الضاني. نتكلم طبعا عن مطروح اللي هم اصلا مشهورين بالضاني. خلونا نجرب الفطار المعتاد اللي احنا عارفينه، الفول. الفول ده هيبقى مستوي جدا. يمكن احنا بس في مصر متعودين على فول العربيات اللي بيكون الميه بتاعته تقيله شويه وبيكون متحبش بقى بالدقه والطحينه والحاجات ديت.